ازيكم يا غاليين، كل سنة وانتم طيبين. جاي لكم النهارده بالأكلة الجامدة دي، عملناها كلها في حلة واحدة عشان ما نكركبش الدنيا، وسريعة وسهلة وطعمها خطير. تعالوا أقول لكم أنا عملتها ازاي. يلا بينا. أول حاجة نجيبها مع بعض، هنجيب الحاجة اللي هنسوي فيها. صينية قلاية اللي موجودة عندك، هانزل فيها بمعلقة سمنة كبيرة، وأبدأ أنزل باللحمة بتاعتي أديها صدمة. هنا أنا مش سلقاها ولا غسلاها، دي لحمة جاية من عند الجزار على طول. شايفين كده؟ هابدأ أديها صدمة وأقلبها على الجنب التاني، كل ما تاخد لون أقلبها على الناحية التانية بالشكل ده. وبعد ما كل قطعة من اللحمة أخدت لون بالشكل دوت، هابدأ أغطيها حوالي 5 دقايق. شايفين؟ بدأت تنزل سوايلها. هابدأ هنا أنزل عليها بالبصل بتاعنا. أنا مقطعة البصل بتاعي تقطيع عشوائي، مقطعة بصلتين كده حلوين. هنا البصل الكمية اللي انتوا عايزينها، وأبدأ بهارات فلفل أسود وتوم باودر، وكمان شوية كزبرة. انتوا مش ملاحظين حاجة؟ أنا ما حطيتش أي ملح خالص عشان بيأخر في سوى اللحمة. هابدأ كده إن أنا أقلبها وأغطيها وأسيبها حوالي 5 دقايق، وبعد 5 دقايق هاديها تقلبتين تاني. هابدأ هنا هاديها كوباية مية سخنة، طبعًا مع مَيّة البصل هتدّيها كرملة حلوة أوي، وأغطّيها على نار متوسطة بس إيدي فيها. وبعد 10 دقايق ده شكلها، بُصّوا اتكرملت إزاي، وبدأت تخش في السِوَى، وهادّيها نُص كوباية مَيّة صغيّرة، كل ما تعوز مَيّة ادّيها لحد ما اللحمة بتاعتي تستوي، كده تمام أوي. وهاكون مجهّزة 2 طماطم مبشورين وعليهم مكعب صلصة، وما انساش رشة السُكّر. أقلّب كلّه مع بعضه كده. بس عايزة أوريكم حاجة قد إيه اللحمة دايبة دوب، بُصّوا حلوة خالص. هاغطّيها دقيقتين وهابدأ أنزل عليها باقي مكوناتي، وبعد ما فتحت عليها طبعًا كان في بُخار شديد، أنا قطعت اللقطة دي عشان كان جه البُخار على الكاميرا. استوت معايا وهاكون مجهّزة خضاري عبارة عن بسلة وجزر وبطاطس، بس الكمية اللي أنتم عايزينها. أنا استخدمت جزرية واحدة وكوباية بسلة، ودول أكتر 2 بياخدوا سِوَى. نزلت بيهم الأول وعليهم نُص كوباية مَيّة علشان تساعدهم على السِوَى، ما تاكلش في اللحمة ولا في الطماطم. هاسيبها شوية لمّا أحس دخلوا في السِوَى، لقيتهم برضه لسه شوية. هاغطّيها واسيبها 5 دقايق كمان، بس الريحة خطيرة. بعد حوالي 5 دقايق كفاية أوي كده، هابدأ إن أنا أنزل بالبطاطس، زي ما قُلت لكم الخضار الكمية اللي أنتم عايزينها، تمام. هنا كان طعمها خطير جدًا، إن أنا خدت طعم اللحمة من غير الشوربة، يعني منها فيها، فاهميني؟ الفايدة كلها منها فيها. أضبّط بقى ملح كده وأغطّيها، ولمّا تستوي هارجع أورّيها لكم. كده تمام، دخلت معايا بُص في السِوا بقى قد إيه مستوية. أنا مش عايزاها ريحة، أنا عايزاها كده يعني السِوا ده حلو أوي. بس أسيبها 5 دقايق كمان وأرجع أقدّمها لكم. وبعد ما استوت معايا بُصّوا بقى الدنيا عاملة إزاي، خطير. الريحة يا جماعة مش قادرة أقول لكم، حاجة كده ما لهاش وصف، خطيرة. إحنا هنا أهوّة ما سلقناش اللحمة، خدنا الفايدة كلّها مع الخضار، وقضّينا معاها رز وكمان سلطة coleslaw حلوة جدًا، جدًا. بُصّوا بقى الجمال، ده أكل الشتا، أكل بجد يأكّل. ريحة اللحمة والخضار خطير. بُصّوا شوفوا قد إيه مستوية، والخضار مش مهري معايا ماسك نَفْسه. قدّمناه مع رز بقى، طبعًا الأكلة دي عايزة رز، أكيد طبعًا. بجد أكلة خطيرة، جامدة جمودة، لازم تجرّبوها يا جماعة. حلوة أوي وبسيطة وفي حلة واحدة، وما سلقناش اللحمة وخدنا فايدتها مع الخضار. طعم الخضار أصلًا خطير. يالّا بألف هنا وشفا. أتمنى يكون الوصفة النهارده عجبتكم، ولو عجبتكم بقى لايك وكومنت تشجيعي، لإن رأيكم بيهمني جدًا وبيفرق معايا كتير، وأتمنى تجربوها بس على طريقتي. وما تنسوش بقى لو مش تابعيني تتابعوني وتشيروا الفيديو عشان الكل يستفيد. كل سنة وكل حبايبي طيبين وبخير. باشكركم جدًا، جدًا. مع تحياتي ميري أنور. سلام.